صار لي شيء وأنا صغير، شيء للحين ما أنساه. كل ما أتذكره يرجف جسمي كأني أعيشه من جديد. كلها بدت من ذاك البيت المهجور. أذكر يوم أول كنت في صف أول ابتدائي أو ثاني ابتدائي، أهم شيء يوم كان عمري 7 سنوات. كنا ساكنين في بيت شعبي في شمال السعودية من دور واحد، وكل البيوت اللي كانت أصلا حوالينا كانت كلها بيوت شعبية، لأن المنطقة ذيك الأيام كانت توها تنعمر. كان عندي أختين، واحدة أصغر مني والثانية أكبر مني، يعني أنا في الوسط. ومدرستنا كانت تبعد 1.5 كيلو تقريبا من البيت، وبين المدرسة وبيتنا كان في بيت أبيض مهجور ضخم كأنه مستشفى أو مدرسة قديمة، وبابها الخارجي مخلوع ومركون عند السور. وكنا كل يوم نمر من داخل الحوش حقه ونحن رايحين المدرسة، ونفس الشيء لما نرجع. ورغم ما نحن خايفين أنا وأخواتي وبعض من صحباتي، ولا كنا ما نحن مستوعبين يعني إيش بيصير. يعني في يوم من الأيام ونحن راجعين من المدرسة، أختي الكبيرة قالت نبغى ندخل ونشوف ايش داخل ذا البيت المهجور. فدخلنا مع اختي، كان في غرف كثيرة، وفوق ذا كله في كل غرفة كان فيها كراسي وطاولات، ف100% ان شكلها كانت ذي مدرسة ما هي بيت. وكان اصلا اغلب الابواب مقفلة، واختي من الفضول راحت وقعدت تشوف من الخزقة حق المفتاح، ولو فجأة تقول بأن كان واحد يدخل المفتاح يبغى يفتح. فاختي صرخت صرخة مرة قوية وتقول هربوا. فكلهم يركضون وصايحون وذا، وما عدا انا الصغيرة قاعد اجري وراهم. بعد الحادثة ذيك باسبوع تقريبا، عند وقت المغرب بالضبط، امي كانت تصلي ونحن كنا نلعب برا البيت، ولا وفجأة صار في رجال يمر، واضح عليه بأنه ذا كبير سن، لابس ثوب غامق وجاكيت. والغريب إنه كان كل يوم في نفس ذا الوقت يمر ويركز بين أمي ومرة تصلي ووقتها يمر، ويلا ننتظر أمي تخلق الصلاة عشان نقول لها. فتخلص الصلاة ونقول لها ونحصل الرجال اختفى خلاص ماشي. آخر مرة شفناه كنا نلعب ومعايا أخوي الصغير، وكذا عمره يمكن 2 سنين. جاء ذا الرجال ومتجه ناحيتنا، فنحن كلنا بعدنا منه كذا، وذا يقرب راح لين عند أختي الكبيرة ومسكها من رقبتها كأنه يبغى يخنقها. فصرنا نصرخ وننادي يا أمي ونبكي وحالتنا عالة. ويوم سمع صوته وهي طالعة من الصلاة ترك أختي ومشى مرة سريعة كأنه يبغى يشرد. فأمي حاولت تلحقه لكنه اختفى، ومن بعدها ما عاد شفناه أبدا. وحتى يوم انتقلنا من الحي كانت أختي تقول بأن عيونه يا أخي غريبة وعنده سواد هنا، بالرغم إني كنت صغير لكني كنت ما انسى ذا اللحظة أبدا. لدرجة حتى أمي كانت أصلا تشك، ما كانت تحس إنه كذا، لأن الرجال ما كان يجي إلا على وقت الصلاة، فأمي ما تقدر تشوف. وأصلا وقتها كانت تناقل الأخبار بأن ذاك الحي مسكون بالجن.